وبركاته. أحلى تحية ليكم يا أحلى شباب. محمد الرشيد من قناة كرشاب 999 يحييكم. اليوم وموضوع كل الناس بتفتش عنه، إنك كيف تجمع الإكسير الأسود أو كيف تجمع إكسير الظلام. هذا إكسير الظلام وبأسهل طريقة ممكنة. طيب إحنا نشوف الطريقة، يلا ركز معايا. شايف هذا مستخرج إكسير الظلام؟ في المستخرج في الأعلى في زجاجة صغيرة. الآن الزجاجة دي فاضية، ما فيها ولا نقطة ظلام، فاضية، معناها هذا المستخرج ما فيه إكسير ظلام. تمام. طيب الزجاجة الثانية أيوة، هذا المستخرج الثاني أيضا فاضي، فيه حاجة بسيطة. طيب تمام، إحنا نشوف هجمات عشان نعرف بيها إكسير الظلام. وهجوم له حيكون مستخرج على مستخرج إكسير الظلام فقط لا غير. أول حاجة حنهجم على الغرية دي، لازم نعاين وين في مخزن إكسير الظلام. الزجاجة الكبيرة اللي في النص دي، ده المخزن الظلام فارغ، معناها ما فيه شنو، ما إكسير ظلام. نشوف يلا، شايفين هنا في المستخرج ده الزجاجة اللي قلت لكم قبل فوق، شايفين مليانة هنا، معناها إنه في إكسير ظلام في المستخرج هنا. تمام. وهنا برضو نفس القصة، شايفين الزجاجة فوق في الأعلى مليانة فيها، معناها إكسير ظلام هنا برضو. طيب نحن نشوف الهجمة بتاعتنا، نشوف نحن جمعنا إكسير الظلام بأي طريقة. دقيقة بس شفتوا الله. حنبدأ هنا هجومنا كله هنا، هجوم بآرشر وبربري فقط، لأنه بدي يوفر موارد، لهيك هجوم بآرشر وبالبربري. شايفين لمن تضرب على الموت حيطلع منه النفط. شوف أيوة، شوف معي، احنا بدينا شنو كسر في المستخرج. لاحظ معي في الأعلى كده مسحنا المستخرج. أنا ما عندي شيء، أشوف المستخرج برضو قنبلة. لاحظ معي كيف حجيب هذا برضو. شفت لميت إكسير ظلام، ما شاء الله، إكسير ظلام خيالي ما شاء الله، حلو. قدرت أخذ إكسير ولا أحلى. شوف النتيجة، طبعا لقيت التاون برا وكسرت. شوف عندك كم، أنا أخدت كم، أخدت 331 إكسير ظلام. أحلى باسطة بإيش جيش بربري وآرشر. الهجمة طيب هذه هي المستخرجات، 3 مستخرجات إكسير ظلام، فجرت واحد أنا. طبعا الجيش المستخدم عندي المفضل عندي آرشر وبربري، عشان ما أحب أخسر موارد. آرشر وبربري فقط. ترسل البربري في الأمام، يعني البربري يكون انتحاري، والآرشر هو اللي ياخد كل شيء.
وهو اللي يكسر لي إكسير الظلام ومستخرجاته وكل المستخرجات. هي انتهت لأنه كسرت كل المستخرجات المليانة إكسير. حاوريكم النتيجة بتاعتها. طبعا ما مهتم بالكؤوس إنه يكون كؤوسي كتيرة أو في الشامبيون أو في الأستاذ، المهم إني أجمع موارد بس. يعني هي الكؤوس بتجي براها، الكؤوس بتجي. أهم شيء الآن إنك أنت عايز تجمع موارد، لو إكسير ظلام أو إكسير عادي، أو عايز تجمع ذهب. وأحلى خطة للهجوم عشان تجمع إكسير دائما وأبدا هي الآرشر والبربري فقط. أحلى ناس. شوفوا معي هنا كسبت إكسير ظلام 466، وكمان إكسير عادي 175. ما شاء الله، كلام حلو. إن شاء الله شباب تكونوا استفدتوا من هذا الدرس الصغير والحلو، وإنك نفسك أبدا في إنك تجمع جيش كبير وموارد كتيرة، بس آرشر وبربري، وتجمع الموارد اللي انت عايزها. لا تنسوا اشتركوا معي في قناة كرشاب 999. شكرا لكم أحلى شباب.